محدش في الكوكب ده كله هيجي على رزقك، هو عالم من غير ما تحكي. من فتره تعرضت والله العظيم لواقعة ظلم، واقعة ظلم على حاجه هتوقف لي رزقي، يعني حاجه بص بقى صعبه قوي. وبعدين العصر كده وانا بصلي لربنا، يعني بقول يا رب انا مش هشكي لك، انت عالم بالانين اللي جوايا. المهم يعني عملت شويه وجبات كده، وانا والله مش بضيع الثواب، وخدت زوجتي وكنا رايحين نجيب السبلايز بتاع المدرسه البنوته الصغيره. المهم يعني واحنا ماشيين بالعربيه ربنا كرمنا ونفرق لغايه ما خلاص ميعاد المكتبه اللي هنجيب منها خلاص هيقفل الساعه 10، وانا يعني في مدينه نصر ورايح مصر الجديده، وعمري ما توه، استحاله توه انا في الحته دي خالص. مره واحده لقيت نفسي تهت واتشلت في شارع ضلمه مكسر، ومراتي بتقول لي متاخر يا طاهر، ما هو السبلايز ده امن قومي يعني، تمام؟ انا متاخر يا طاهر انت لازم، وانا طب ارجع. قلت لها والله العظيم احنا جينا هنا عشان واحد جوه ربنا بعتنا ليه. قالت لي الشارع ضلمه، حد يطلع علينا ولا حاجه؟ اقسم بالله نزلت من باب العربيه ومشيت، لقيت واحد ما بين العربيات قاعد ماسك رغيف عيش لو مسكته ما بين سنانك يوقع صف اسنانك. والله العظيم اديت له الوجبه ورجعت العربيه، اقسم بالله والدموع على وشي، وعمال اقول انت خايف من رزق؟ شايف ان حد يمنع عنك رزق؟ شايف ان حد يمنع عنك حاجه؟ فلازم يكون عندك معتقدات هنا ان ربنا عالم بكل حاجه انت جواك وكل المجهود اللي انت بتبذله، وان عوض ربنا ده عظيم غصب عن اي بني ادم في الدنيا.